والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هوريك افضل 3 اضافات او اكستنشنز تضيفهم للبراوزر او النت عندك او المتصفح لشات جي بي تي. والبراوزرز دي عايز اقول لك انا بستخدمها كل يوم حرفيا وبتفيدني جدا جدا جدا. وبدون كلام كتير خلينا نبدأ بعد الانترو. طيب يا جماعه، اول اكستنشن معانا واول اضافه معانا هي اضافه رهيبه جدا 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 واسمها شات جي بي تي فور سيرش انجنز. ببساطه الاضافه دي بتدمج لك شات جي بي تي مع السيرش اللي انت بتعمله على اي متصفح، انت متخيل؟ فخلينا مثلا نروح على جوجل ونكتب مثلا جوجل هاو تو ليرن فوتوشوب مثلا، تمام؟ وهندوس اوكي. وزي ما انت شايف شات جي بي تي طلع هنا وهيرد عليك عادي جدا. وبص يعني اكستنشن رهيبه جدا، تمام؟ طبعا دي بتوفر عليك ان انت تتفادى الاعلانات، وانت مثلا ممكن تخش تسرح في اللينكات هنا، فدي بصراحه بتوفر عليك وقت جدا وبيجيب لك الاجابه الدايركت، فاهم؟ ف يعني عايز اقول لك جامده جدا. وكمان انت ممكن تعمل محادثه مع شات جي بي تي هنا، يعني مثلا give me courses to start with، تمام؟ وهيخش يكمل معاك في المحادثه هنا عادي جدا، تمام؟ هيخش يديك الكورسات وعيش بقى، يعني فاهم؟ انت كده كانك عملت محادثه بدل ما تعمل في السيرش هنا، لا انت اتكلمت مع شات جي بي تي، فحاجه جامده جدا. وممكن ان انت تخش في الشات هنا وتكمل انت مع شات جي بي تي، تمام؟ ودي تبقى اول اكستنشن معانا، تمام؟ واعدادات الاكستنشن دي بسيطه جدا، خلينا نخش عليها كده، تمام؟ عندك الاكستنشن دي تريجر او اللي هو المحرك بتاعها، ممكن تخلي شات جي بي تي يبقى دايما موجود في السيرش، تمام؟ في اي سيرش انت بتعمله. وممكن تخلي شات جي بي تي يعمل السيرش بتاعه لما تحط علامه استفهام في اخر السؤال بتاعك، تمام؟ ومانيوال دي بتختار عن طريق ايقونه. وممكن تعمل اوتو كلير كونفرسيشن اللي انت بتخليه يمسح الشتات اللي بيعملها هنا، تمام؟ دي في ساعات بيبقى فيها بجايه ما بتمسحش الشتات، فتشتغل كده وكده يعني، تمام؟ وشو كوبونز دي حاجات مالهاش لازمه يعني. وطبعا الاكستنشن دي توتالي فري، تمام؟ وبعد كده خلينا ننتقل للاكستنشن الثانيه. الاكستنشن الثانيه معانا هي اكستنشن مميزه شويه وانت بتستخدم شات جي بي تي. طبعا الشات جي بي تي لما بتيجي تطلب منه حاجه زي اديني مثلا اشهر مواقع او اي حاجه من الحاجات دي، ما بيدكش لينكات، بيقول لك المواقع بس، لكن بيديها لك من غير لينكات. فالاكستنشن دي حلت المشكله دي. فخلينا نروح لشات جي بي تي، تمام؟ ونخش عليه كده. واول ما تفتح شات جي بي تي هتلاحظ ان في كده حبه اوبشنز ظهرت تحت معاك هنا، تمام؟ هتلاقي حاجه اسمها ويب اكسس، وهي دي البتاع اللي احنا عملناها او الاكستنشن اللي احنا نزلناها. وهنلاقي هنا حاجه اسمها الماكس ريزلت، ديت عدد اللينكات اللي ممكن يديها لك. واني تايم دي يعني المده اللي كان فيها اللينك ده شغال، ممكن يوم، اسبوع، شهر. فدي سيبها اني تايم. واني ريجن دي وديفولت برومت ما لهمش لازمه. طيب انا هجرب مثلا ادي لشات جي بي تي حاجه عاديه جدا، جيف مي ذا بيست سايتس، تمام؟ فور فري ستوك فوتوز، تمام؟ انا هنا بقول له اديني المواقع اللي انا استخدمها في الستوكس اللي هو اللي انا اجيب منها صور. وزي ما انت شايف هنا طبعا شات جي بي تي من غير الاكستنشن دي عمره ما كان هيديك اللينكات بتاعت الموقع دي. زي ما انت شايف هو مديني هنا انس بلاش، وطبعا انا بستخدم انس بلاش. هتدوس على كده هيفتح لك موقع انس بلاش، هتدوس كده على بيكسل باي هيفتح لك بيكسل باي. فدي حاجه جامده جدا 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 لشات جي بي تي. فدي اكستنشن رهيبه لان شات جي بي تي ما كانش بيديك اللينكات بتاعت الحاجات. فمثلا هجرب سؤال تاني، give me the best freelancing، تمام؟ sites to work on، تمام؟ زي ما انت شايف هنا اداني اب وورك فريلانسر واداني اللينكات بتاعتهم. فحاجه جامده جدا، اكستنشن رهيبه قوي. لازم يبقى عندك الاكستنشن دي في الشات جي بي تي اللي انت لازم يعني بص انت مش محتاج حاجه فهي اكستنشن رهيبه يعني. فكده يبقى دي تاني اكستنشن معانا. ويلا بينا على تالت اكستنشن. والاكستنشن الثالثه معانا او الاضافه الثالثه معانا هي اكستنشن متخصصه للناس اليوتيوبرز او الناس اللي بتتفرج على يوتيوب كتير. انا قلت لكم ان دول اكتر حاجات انا بستخدمهم، فدول فعلا اكتر 3 اكستنشنز انا بستخدمهم ويوفروا لي وقت جامد قوي. فالاكستنشن الثالثه دي معموله لليوتيوب لان انا بتفرج على فيديوهات يوتيوب كتير، تمام؟ في ساعات الواحد لما بيفتح اليوتيوب بيبقى عايز يختصر وقت الفيديو، تمام؟ فهنشوف ازاي. مثلا هنا انا عندي فيديو تمام، انا مثلا في ساعات كتير بخش اتفرج على توتوريالز او بخش مثلا يبقى عندي مشكله عايز اعرف الحل بتاع المشكله دي سريعا والراجل ده بيتكلم في ايه. الاكستنشن دي بتفتح لك اوبشن هنا اسمه السمري، لو دوست عليه كده هيجيب لك الراجل ده قال ايه بسرعه جدا وملخص الفيديو بطريقه رهيبه جدا، تمام؟ فبتبقى مفيده قوي، بتقول لك محتوى الفيديو بسرعه جدا. انا واحد مثلا من الناس اللي عايزه انجز او عايزه اعرف الحاجه بسرعه. وكمان لو انت قريت الحاجه اللي انت عايزها هنا ولقيتها
وعايز تروح الحته اللي هو اتكلم فيها، يعني الحته اللي هو قال فيها الكلام ده، هتدوس على الوقت دوت هتلاقيه عمل وديك الحته دي على طول. اكستنشن جامده برده وتنفع للناس اللي عايزه تختصر الوقت وكده يعني على اليوتيوب وكده. وبكده يكون دول افضل 3 اكستنشنز او اضافات انا بستخدمهم لشات جي بي تي. وشات جي بي تي يا جماعه لو انت لسه ما بتستخدموش يفضل ان انت تستخدمه، لان هو بقى اداه مساعده ليك جدا وهتوفر عليك وقت. طبعا الذكاء الاصطناعي عمره ما هيلغي البشريه، ولكن هيبقى اداه مساعده جدا. انا في كود انا مقتنع بيه ان هم وي ميد اي اي تو دو اور بورينج جوبز. تمام، هم الناس اخترعوا الاي اي، والاي اي ده هيتطور جدا عشان يقوم بالوظائف الممله اللي احنا بنعملها. تمام، فالوظائف الممله اللي انت كنت مثلا تقعد تترجم الحاجات او ان انت تعمل سيرش والحاجات دي كلها كانت ممله، فالاي اي هيحسن الحاجات الممله دي او هيقضي على الناس اللي وظائفهم ممله، لان هو هيديك اوبشنز اكتر للكرياتيفيتي، ان انت تبدع اكتر من ان انت تشغل وقتك في الحاجات الممله. ما تخافش من الاي اي يا جماعه، الاي اي او الذكاء الاصطناعي ما فيهوش خوف خالص. تمام، وبالعكس انت لازم تواكب الذكاء الاصطناعي لان هو هيخليك تتقدم بطريقه رهيبه جدا. وعلى العموم لو عجبك محتوى الفيديو دوت ما تنساش تقول لي في كومنت برضو لو انت بتستخدم اكستنشنز للشات جي بي تي او عندك حاجه كده زيهم، وتقول لي برضو افضل الاكستنشنز او الاضافات اللي انت بتستخدمها. ولو عايزين حلقات زي دي تاني قولوا لي برضو في الكومنتات، يعني اتمنى انها تعجبكم. وبدون كلام كتير استنوا الفيديو الجاي، ومع السلامه.